السلام عليكم. ايه بقى اللي حصل في الباسبور الامريكي في الفتره اللي فاتت دي والسنه دي؟ الاخبار مش لذيذه قوي. السبب ورا التراجع ده بعض الدول ابتدت تقول لا وتتعامل باسلوب يعني التعامل بالمثل مع الاداره الامريكيه او مع الجواز الامريكي. الجواز الامريكي يا باشا خرج من تقييم اعلى 10 باسبورات في العالم. يعني الوضع دلوقتي في امريكا مش زي الاول. الباسبور ده كان من اعلى الباسبورات اللي موجوده في العالم، والناس كانت بتسافر وتروح وتيجي في اي مكان هم عايزينه. دلوقتي يا باشا الدنيا اتغيرت، احنا بقينا في حقبه الدنيا فيها اضمحلال. اللي حصل يا باشا ان سنغافوره بقت هي رقم واحد ب 193 دوله. انت متخيل 193 دوله؟ طبعا احنا عندنا في مصر احنا واقفين بنتفرج، احنا بره الليله دي خالص مالناش دعوه بيها. في المركز الثاني كوريا 190 دوله. الكوريين تقريبا عملوا كده عن طريق المسلسلات بتاعتهم، ودي حاجه تحسب لهم بصراحه. خلينا احنا بقى ماشيين ورا نمبر 1 ونمبر 0. وفي المركز الثالث معانا النهارده اليابان ب 189 دوله. الناس دي معديين قوي. بعد كده عندك شويه دول كده في اوروبا يعني كلها في نفس المراكز، المانيا، سويسرا، النمسا، ايطاليا، اسبانيا، تقريبا كلهم في نفس المراكز مع بعض. طيب ايه السبب اللي خلى يحصل تراجع كده للجواز الامريكي؟ على راس الدول دي البرازيل قالت لهم لا والله احنا مش هندخلكم كده ببلاش، زي ما احنا مش عارفين نخش عندكم انتوا كمان ما تخشوش عندنا. اول حاجه البرازيل، بعديها فيتنام. ففيتنام من الدول اللي هو لا يا باشا احنا مالناش فيه، مش هتخشوا عندنا غير لما تقفوا في الطابور وتاخدوا تاشيره. وشويه كده دول في اوروبا هم ضد اداره ابو حنان قالوا لا انت لازم برضه تقدم، حتى لو هتقدم اونلاين على الفيزا بتاعت البلد اللي في اوروبا. فبسبب كل ده حصل تراجع للجواز الامريكي. والجواز الامريكي اللي بينزل خد بالك بقى من القادمون من الخلف. الصين يا باشا، الصين عملت تقدم غير مسبوق من 94 لحاجه و60 تقريبا، حوالي 98 او حاجه زي كده. فدلوقتي الصين عامله شغل عالي قوي، امريكا بتنزل الصين بتطلع، ودي حاجه تحسب لهم بصراحه. اللي بيحصل ده بيخليك تفكر في اللي قاله اخونا الكبير قبل كده لما قال لك العالم مترمل والبرشام سايق وترامب بينبح والناتو بينهار والمواطن الاسمر بينهق في جميع انحاء العالم.